ما تسيبش عصفورك يوصل لمرحلة انه يلحلح من الحر. تلاقي العصفور بيتنفس من منقاره وخلاص ما عادش قادر ياخد نفسه وبيتنفس بسرعة جدا. هو بيحاول ان هو يبرد جسمه ودرجة الحرارة العالية اللي داخل جسمه. طبعا العصافير ما عندهاش غدد عرقية زينا، يعني العصفور ما بيعرقش، فالعصفور بيبرد جسمه عن طريق النفس السريع ده. فانت ما تسيبش العصفور يوصل للمرحلة دي لانك في اغلب الاوقات مش هتلحقه. طب نعمل ايه؟ اول حاجة، لو لقيت العصفور عندك درجة الحرارة عالية وبدأ يحصل احتباس حراري، حط احواض استحمام مية في اي طاجن فخار وحط عليها 3 أو 5 نقط خل تفاح. طب ايه كمان؟ ممكن نقدم خضروات فيها نسبة الياف ومية زي الخيار زي الخس. طيب ايه كمان؟ لازم نقدم فيتامين سي سواء عن طريق الوجبات، ممكن زي الجوافة زي الليمون زي البرتقال، او عن طريق الفيتاسيد او الهيدروسيف. كل دي حاجات فيها فيتامين سي وفيها املاح، لان العصفور بيفقد عناصر غذائيه كتير واملاح كتير عن طريق الفضلات. بتبقى الفضلات سايبه بسبب الاجهاد الحراري وبيخرج كتير من الاملاح المعدنيه في الفضلات بتاعته. طيب لو عصفور ما بينزلش في احواض الاستحمام او مش متعود على احواض الاستحمام، ابدا ان انت رش عليه بخاخ ميه. بخاخ الميه ممكن تحط عليه خل تفاح برضو عادي، بس اهم شيء ابعد عن العين. رش على الجناح، رش على الرمب بتاع الطير، رش على جسم الطير، رش على البطن على الظهر بعيد عن الراس والعينين. وان شاء الله هتبدا ان انت تبرد درجه حراره جسم العصفور وهتلاقي ان العصفور رجع لطبيعته معاك.